مساء الخير او صباح الخير حسب الوقت اللي انت بتشوف فيه الفيديو ده. مبدئيا كده احنا مش بتوع سياسة، احنا بتوع كورة. يعني احنا ملناش دعوة بالسياسة، هو مش خوف من اللي احنا نتكلمش في السياسة، بس احنا ده المعروف ان احنا بتوع كورة. بس كورة ايه؟ كورة ايه اللي هكتب عنها سكريبت وهنزل حلقات وهنزل تحليل ماتشات وبتاع في وسط اللي بيحصل ده؟ مين هيبقى ليه نفس يتفرج على ماتش يجيب تلفزيون مثلا؟ هو في توقف دولي، في مطوشة دولية كان ممكن نحللها وعادي، بس الموضوع صعب. ما افتكرش ان هيبقى في صانع محتوى ليه نفس يتفرج على كورة وان هو يبقى عنده نفس يكتب سكريبت وينزل حلقات. وبرضو الجانب الاخر اللي هو المشاهد مش هيكون برضو ليه نفس اللي هو يجي بالليل يفتح يوتيوب ويشوف القناة اللي هو عامل لها سبسكرايب ديت، مين صاحبها منزل ايه وبتاع. انا بتكلم دايركت، مش محضر سكريبت ولا حاجة، فعشان بس لو عطلت في الكلام فده عادي. ده الغرض اللي احنا عاملين منه الفيديو، اللي احنا نساهم بلو 1%. احنا كنا عاملين حداد على القناة اكتر من 5 ايام، بس احنا مش فارق معانا ان احنا منزلين فيديوهات. بدأنا ننزل فيديوهات من 7 ايام على ما اعتقد، يعني احنا نزلنا 3 ايام وبعد كده اليوم الرابع موقفين لغاية دلوقتي. فده مش فارق معانا اللي احنا لسه بادئين، فمش هيفرق معانا في موضوع ريتش. لكن في ناس تانية بتنزل عادي، دي حرية شخصية وما تحكمش عليه برضو. انت ما تعرفش هو مسؤول منه ايه والتزاماته ايه. الجانب التاني بقى اللي احنا لازم نتكلم عنه، الناس اللي مستغلة القضية والفيديوهات اللي بيعملوها على حساب القضية بتاعت فلسطين وبيستغلوا الموضوع في الريتش. انا مش عارف اقول لكم ايه، انا مش عايز اقول اي لفظ واحنا برضو ما ينفعش، لكن انتوا اللي عارف اللي بنشوف منه ناس كتير قوي بتنزل فيديوهات وفي الكومنتات بنشوف الرد ما بيتوصوش عليه. يعني انا والله العظيم اقسم بقيت الله شفت واحد كان منزل بيقول لك مبروك، كان يوم 7 اكتوبر، بيقول لك مبروك فلسطين اتحررت. انت اقسم بقيت الله لا تفقه شيء عن فلسطين. فلسطين اللي اتحررت، انت شفت تعرف ايه عن فلسطين؟ هو طالع يلم ريتش. بتلم ريتش على حساب مين؟ بتلم ريتش على حساب اطفال بتموت؟ بتلم ريتش على حساب ناس كتير ضحايا؟ بتلم ريتش على حساب ايه؟ انت متخيل انت بتعمل ايه؟ انت واصل بيك درجة حبك للفلوس موصلك لدرجة اللي انت تلم ريتش على حساب دم طفل او دم شيخ او دم ست. انت واصل لفين؟ احنا بنعمل الفيديو عارفين ان ممكن يوتيوب يحظر لنا الفيديو، بس عادي ولا يشغلني. انا اصلا مش منزل فيديو عشان خاطر ريتش، اقسم بآيات الله ولا منزله عشان خاطر ريتش. انا عندي الشال تحت كنت ممكن الفه ونعمل بروباجندا وبتاع، بس احنا طالعين نتكلم او انا طالع اتكلم عشان انا اصلا ما حدش يتحمل مسؤولية غيري. طالع اتكلم وبقول انا ضد كل اللي بيحصل، وما كنش انا لوحدي، ده ممكن يكون الشعب كله ضد اللي بيحصل. وبقى حق احنا بنشوف اللي ممكن يصرح لدولة تعمل في دولة كده. بقى حق نشوف طفل ممكن يكون مبلاش، ممكن احنا مش ممكن، هو الواقع. بقى حق بنشوف طفل عنده سنة يدوب لسه واقف على رجله، ونشوف طفل ما كملش 15 يوم، تشوف طفل عنده شهر بيتقصف. لما يحصل عليهم قصف من الدولة اللي ما تذكرش انها دولة، اللي من 48 عارفين تمامهم ايه. 48 لولا الناس اللي سنداكوا لغاية دلوقتي انتوا ما كنتش تبقوا موجودين، اقسم بآيات الله ما كانوا هيبقوا موجودين. وبأي حق انت بتعمل كل ده؟ انت جبان، والله العظيم جبان. فالناس اللي بتلم ريتش دي ربنا يهديها، والله ربنا يهديهم. انا اقسم بآيات الله ماسك نفسي، انا كل ما بشوف مشاهد على الفيسبوك لما بسكرول بوست او اي حاجة، ربنا يعلم الواحد اصلا نفسيته بقت فين. هو ربنا عدنا منها على خير، ربنا ينصر على فلسطين وصاحب الحق قوي ان شاء الله النصر لفلسطين، واحنا معاكم في داركم.
وان شاء الله القدس هي كده كده عربية وهتفضل عربية ان شاء الله. ربنا يصبر كل واحد ليه شهيد استشهد، كل واحد اب شاف ابنه بيموت قدامه. احنا بنشوف صور ما تستحملهاش جبروت. انت عارف يعني ايه تشوف صورة عيل صغير عنده سنة بيلعب بعروسته بيتضرب جنبه صاروخ؟ انت متخيل تشوف عيل، مش عيل، طفل ما كملش شهرين ابوه رفعه من تحت القصف وهو ميت؟ الموضوع كبير، الموضوع كبير اقسم بالله، مش مستاهل اللي انت تلم عشان ريتش. يا جدعان فوق يا جدعان، اقسم بآيات الله اللي بتعملوه ده غلط. انا ابتديت ندمع فهنقفل الحلقة. وحسب الله نعم الوكيل، صاحب الحق قوي، وان نصر الله لقريب. السلام عليكم.